كبيرة في الوسط الإعلامي الرياضي المصري. شكرا جزيلا. حضرتك طبعا قيمة وقامة كبيرة في الله يسعدك. الصحافة والإعلام السعودي والعربي بشكل عام، وبنستفيد طبعا أكيد من وجودك معانا هنا في البرنامج دايما، وكمان من طبعا الرسائل والاتصالات المباشرة اللي حضرتك بتقدمها لنا في المملكة، فبنشكرك جدا على هذا المجهود العظيم. الله يسعدك. وده واجبنا طبعا. الإعلام يعني الإعلام رسالة جميلة جدا طبعا، متى ما كانت متوازنة وتسير في خط ثابت بعيدا عن التعصب والاحتقان الرياضي، فأكيد أنها طبعا تكون مفيدة بلا شك. ده صحيح. أهلا بك أستاذ عثمان. وطبعا يعني معنا أخبار كتيرة، لازم طبعا نبدأ أخبار المملكة العربية السعودية وكرة القدم هناك، لأن طبعا الأستاذ عثمان بينورنا وبيشرفنا النهاردة في التلفزيون. طبعا قبل ما نبدأ الأخبار، السؤال دايما اللي الجميع دلوقتي بيفكر فيه، إلى أين سوف تصل المملكة من تطوير الكرة العربية؟ احنا شايفين طبعا يعني نقول تطوير عظيم على مستوى الأندية، على مستوى استقطاب اللاعبين العرب، المدربين كمان، استقطاب اللاعبين الأجانب عفوا، والمدربين كمان، والاهتمام أيضا باللاعب المحلي. احنا شفنا طبعا تطمينات كتيرة جدا من القائمين على الرياضة والكرة السعودية، بيطمنوا المتسائلين عن اللاعب المحلي هيجد مكانه ولا لا، ده طبعا لخدمة المنتخب. فتصورك لهذا التطور الجميل اللي بنسعد بيه كلنا مش بس أهل المملكة؟ أولا خليني أشكرك أستاذ راني على اهتمامك بالدوري السعودي والرياضة السعودية بشكل عام. احنا في المملكة العربية السعودية الحمد لله لدينا رؤية المملكة 2030 التي يقودها عراب الرؤية الأمير الشاب سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. قد يكون في بداية الرؤية طبعا تشمل الرؤية الرياضية وتطوير الرياضة ونقلها من النمط القديم اللي هو أن الرياضة لا تكون، أنا سبق قلت لك في البرنامج أن الرياضة صناعة تستطيع أن تصنع منها أشياء كثيرة، تستطيع منها أن تستقطب السائح، تستطيع منها أن تعمل اقتصاد رياضي واستثمار رياضي. الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه كان لديه رؤية، وقد يكون كثير من المتابعين رأوا أن تطبيقها صعب جدا، لكن أصبحنا نرى خطوات متسارعة وكبيرة جدا في المملكة العربية السعودية. كان أول الخطوات هي تهيئة البيئة المناسبة في الملاعب الرياضية. تم تطوير عدد كبير من الملاعب الرياضية في المملكة العربية السعودية، سواء في جدة وفي الرياض وفي الدمام. اليوم جميع الأندية أو معظم الأندية السعودية لديها منشآت حديثة متطورة جدا وضخمة وفيها متوفر فيها كل شيء. هو بدأ في البنية التحتية، تم عمل البنية التحتية وبعدين انطلق إلى الاحتراف. تم رفع عدد المحترفين الأجانب إلى 8 لاعبين أجانب، وهذا طبعا رفع قيمة الدوري السعودي. طيب اللاعب السعودي وين حيكون موجود بين الثمانية؟ اللاعب السعودي موجود لأنه اللاعب السعودي يحتك بلاعبين أجانب. اللاعبين الأجانب يجب أن تكون قيمتهم السوقية عالية، يجب أن يكون لهم اسم في كرة القدم العالمية، مثل ما شفنا استقطاب النجم العالمي الكبير رونالدو كريستيانو، نيمار، كريم بنزيما، مجموعة كبيرة من اللاعبين. وكان هناك مفاوضات لاستقطاب النجم العالمي ميسي لنادي الهلال، لكن أعتقد أن المفاوضات لم يكتب لها نجاح. فهذه بداية الخطوة الأخرى جعل الرياضة للجميع. اليوم نشاهد البطل السعودي، البطلة السعودية لم نكن نشاهدها في السابق. كرة القدم النسائية، كرة القدم النسائية، الألعاب الرياضية النسائية أصبحنا نشاهدها. المرأة من حقها أن تمارس رياضة، من حقها أن تمارس الرياضة، لأن المرأة لها يعني تكوينها الجسماني يحتاج إلى الرياضة وتحتاج أنها أيضا تدخل في منافسة مع الرجل في المنافسات الرياضية في الأولمبياد. بدأنا نخطو خطوات كبيرة جدا. إلى أين ستذهب المملكة العربية السعودية؟ أنا متأكد اليوم يا أستاذ راني أصبحنا حديث العالم. يعني قد يكون الدوري السعودي، أنا أعتقد أنه يعتبر من أفضل 4 دوريات في العالم. اليوم يعني الآن أنا موجود في مصر، أصبحت أرى تيشيرتات يعني تلاقي شاب عنده 12 سنة 15 سنة لابس تيشيرت رونالدو كريستيانو أو الهلال، نيمار أو كريم بنزيما الاتحاد.
فاليوم الرياضة السعودية تخطو خطوات مسارعة بفضل هذه الرؤية المباركة التي وضعها سمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان. أين سنتجه؟ الآن احنا متقدمين لطلب استضافة كأس العالم 2034 ستكون في المملكة العربية السعودية. أنا أثق أن لدينا قدرة كبيرة. قد يكون في السابق ليس لدينا قدرة، الآن لدينا قدرة، عندنا قدرة كبيرة جدا مع هذا الأمير الشاب أننا نصل إلى مناطق كبيرة ومتقدمة في العالم. اليوم أصبحنا نشاهد سباق الفورمولا في المملكة العربية السعودية وقام في كل عام. هذه يعني أشياء، إضافة إلى سباقات الراليات التي تقام، راليات دولية، أصبح يأتي إلينا متسابقين من جميع دول العالم. وهذا طبعا بلا شك إن شاء الله المملكة العربية السعودية في تقدم خطوات كبيرة في المجال الرياضي. طبعا يعني نتمنى كل التوفيق ليكم باذن الله، لان يعني انتوا يعني اديتوا لينا نقول زي امل كده ان حتى كل الدوريات العربيه تبقى نعم. في يوم من الايام بتتطور زيكم. طبعا احنا يعني انا بقول لك على حاجه استاذ رانيا، الان احنا كنا زمان نتابع الدوري المصري، كان عندنا مثلا كان الدوري السعودي اقل مثلا من الدوري، كنا بنتابع الدوري المصري. الدوري المصري الان يمر بمرحله مثلا مرحله هبوط في المستوى الفني وهبوط، لكن ان شاء الله ستعود، وهي حلقه تدور يعني ان شاء الله. طبعا. يعني لعل الدول الاخرى يعني تشاهد، تكون احنا نموذج الان للدول الاخرى. ده اكيد. ده بكل تاكيد. وايضا نشكر جميع الجماهير في كثير من الدول العربيه بشهادتها بالتطور الكبير في الرياضه السعوديه. نشكرهم ويساندون ايضا. وانتم اسعدتوهم، لان يعني اصبح الدوري السعودي القريب ليهم. نعم. يعني وقريب ليهم جغرافيا كعروبه. طبعا. واحد من الدوريات العظيمه والكبيره في العالم. نعم. فده يعني نقول احساس جميل، ولازم الكل يفتخر بحاجه زي كده. ولا شك. طبعا يعني هنبدا الاخبار المملكه، وحضرتك تعلق معانا على الاخبار. نجم قطر والسعوديه بيتنافسان على الافضل في اسيا. اعلن الاتحاد الاسيوي لكره القدم قائمه المرشحين للجوائز السنويه اللي ستقدم في العاصمه القطريه الدوحه، وده طبعا بعد غياب 4 سنوات هنرجع من تاني يعني نشوف جوائز الافضل على مستوى اسيا. وذكر الاتحاد الاسيوي ان الحفل هيقام على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، والجوائز هتكون افضل لاعب للرجال، وبيتنافس عليه ليكي او ماتشو ليكي من ميلبورن سيتي الاسترالي، والقطري المعز علي من الدحيل القطري، والسعودي سالم الدوسري من الهلال السعودي. طبعا في 18 فئة من الجوائز، من ضمنها طبعا افضل اتحاد وطني، افضل مدرب، افضل جوائز تقدير لرؤساء الاتحادات الاسيويه، افضل حارس مرمى، زي ما تعودنا نشوف في جوائز ذا بيست عموما. فشيء جميل ان الاول ايه اللي كان وقف ذا بيست على مستوى اسيا 4 سنوات؟ الجوائز اللي هي والله الحفل ده او اختيار الافضل. قد يكون هناك ظروف معينه. انا اعتقد انه قد يكون جائحه كورونا. اعتقد كورونا ممكن يكون هذا. بالنسبه للجائزه طبعا لا شك انها حافز للاعب وللاتحاد والمنظومه الرياضيه بشكل عام، انه يكون في جوائز بهذا القدر. هي كانت موجودة الأول، وطبعا فيه جوائز كانت تقدم بشكل رسمي اللي يقدمها الاتحاد الآسيوي، وكان في جوائز تقدم بشكل استثنائي كانت تقدمها الصحف والجهات الإعلامية. بالنسبة طبعا اللاعبين المتنافسين على الجائزة، نتكلم عن ذا بحكم أننا تخصصنا في كرة القدم. طبعا احنا في المملكه لا شك انه انا عندي ثقه انه النجم الكبير نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري سيكون ان شاء الله هو الفائز. ان شاء الله باذن الله.
هو بينافس طبعا يعني ماتشو ليكي يمكن محدش منا يعني اكيد غير معروف، لا غير معروف، لا بالنسبه لكن المعز طبعا عليه، المعز طبعا ايه مهاجم دحيل معروف لينا ولاعب منتخب قطر برضه، ولاعب منتخب لاعب المنتخب القطري مهاجم، لكنه كبير في السن يعني. اتوقع ان شاء الله سالم يكون ان شاء الله، لان سالم دلوقتي لسه موجود في الملاعب، وكمان كان اداؤه في كاس العالم اللي فات لاعب مذهل جدا، رائع جدا جدا. وهو من ثمار تطور الرياضه السعوديه. نجم يعني جميل جدا انه يكون عندنا لاعب بهذه الامكانيات الهائله بالفعل. في كالكابتن سالم الدوسري، اتمنى له التوفيق، وكسعودي وابن وطني اتمنى ان شاء الله انه يكون هو الفائز في ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا زي ما الاستاذ عثمان قال لنا ان تقدم المملكه العربيه بملف او يعني برغبتها في الترشح، لسه الملف ما جاهز اكيد، برغبتها في الترشح لاستضافه المونديال في عام 2034. اكيد ده جه بعد نقول او شكل من اشكال التطوير ايضا في الكره السعوديه، وده بقى الطموح او الثمار هذا التطوير، ان بقى في عندهم اراده وطموح انهم ينظموا المونديال، وشايفين انهم قادرين على تنظيم المونديال. فبنتمنى باذن الله التوفيق. قبل ما نتكلم مع الاستاذ عثمان في هذا الموضوع تحديدا، ونتعرف كيف تجهز السعوديه لملفها او رؤيته هو لتجهيز الملف هتكون عامله ازاي، هنشوف بس تقرير عن ترشح او المملكه العربيه السعوديه لاستضافه مونديال 2030، ونعود لحضراتكم. وعليكم أعزائي المتابعين الكرام. السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034. أعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي، بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية. ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد السعودي، فقد أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة أن رغبة المملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034 تعد انعكاسا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزا قياديا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم. وأوضح أن نية الاستضافة تأتي تأكيدا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافتهم، وهو ما دابت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات ومنها المجال الرياضي. لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو، نلتقي في الفيديو القادم، دمتم في رعاية الله وحفظه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. ويعني بعد ما شفنا هذا الفيديو اللي بيتكلم عن ترشح المملكة أو طلب ترشح المملكة السعودية لاستضافة المونديال 2034، احنا بندعمكم تماما اكيد. الله يسعدك. يعني دعم من الآن طبعا للمملكة طبعا. بالتأكيد. كمان العالم يعني عدد كبير جدا من الاتحادات دعمتكم فورا، 100 اتحاد او اكثر من 100 اتحاد بيساند السعودية لتنظيم المونديال. هل تواصلتم يعني تقريبا بعد يمكن 6 دقائق من اعلان الفيفا او دقائق قليله جدا، انتوا كنتوا محضرين كل شيء يعني طبعا اول ما انفانتينو بدا ان هو او الاتحاد بدا ان هو يقول اسيا تتقدم في 2034، فورا بعد دقائق قليله لقينا السعوديه بتعلن طلبها الترشح. كواليس بقى يعني طلب السعوديه تم ازاي، رد الفعل كمان في السعوديه، الجمهور السعودي، النقاد الرياضه، حضرتك يعني
استقبلتوا ازاي طلب المملكه؟ لانه كان مفاجاه الحقيقه للجميع. هو طبعا انا يعني احنا ذكرنا قبل شوي استاذه رانيا انه المملكه العربيه السعوديه كان في رؤيه رياضيه، انا قلت لك في رؤيه رياضيه كانت قد كانت تخطط ولديها مطبخ يعمل للقادم. بس ما كلمتوش خالص عن 20 20 انتوا يعني المصريين يقولون داري على شمعتك تقيد. يعني 34 ما كانش في الحسبان خالص. فانا عندي ثقه، احنا يعني عندنا في المملكه العربيه السعوديه عندنا ثقه بقيادتنا الرشيده اولا وبالقياده الرياضيه ثانيا، ان لديها قدره على تنظيم احداث رياضيه كثيره جدا. يعني انا اتذكر انه احنا اعتقد عام 88 استضفنا كاس العالم للشباب. كان فيه منتخبات كبيره جدا زي منتخب البرازيل والمنتخب الارجنتيني، استضافتها الرياض طبعا. وكانت بدايه يعني، فالناس قالوا اكيد انه يعني الحكومه والدوله وممثله بوزاره الرياضه لديها فكره باستضافه كاس العالم، لكن انا في ذلك الوقت اعتقد انه لا زال الوقت مبكر لاستضافه مثل هذا الحدث العالمي الكبير. الان الامير محمد بن سلمان ازال العوائق اللي كانت موجوده، والان فيه عمل مثل ما قلت لك، عمل على البنيه التحتيه، لدينا ملاعب على مستوى عالي، احنا جاهزين. في دول استضافت كاس العالم وجلست تجهز عشان تستضيف كاس العالم، لا احنا جاهزين فعلا. اي احنا جاهزين، لان انتوا كنتوا يعني ناويين تتقدموا ل 2030 يعني طبعا اللي هي المونديال اللي قبله. نعم. فرق بينهم 4 سنوات زي ما احنا عارفين. فاكيد جهزتوا يعني اشياء كتيره طبعا. طبعا. ونظمتوا على الاقل اوراقكم واولوياتكم ل 2030. هي كانت هتبقى مع مصر واليونان مشتركه يعني. فبعد الاعتذار احنا قلنا لا خلاص، هم كده صرفوا نظر بقى، مركزين مع الدوري ومركزين مع الكره المحليه دلوقتي. وحته المونديال دي يعني مش فوجئنا ان بطلب الترشح يعني فاقول لك 34. نعم بالضبط. فانا قلت لك انه احنا عندنا الدوله يعني الحكومه بشكل عام الان العمل صار فيه تركيز جدا عالي على العالم. احنا نعمل من اجل العالم، لا نعمل من اجل شيء اقليمي. يعني احنا نظمنا بطولات كثيره، كاس العرب، كاس الخليج، مثل ما قلت لك كاس العالم للشباب اللي اقيمت في الرياض اعتقد عام 88 او 89. الان نطمح لتنظيم كاس العالم، احنا جاهزين الان لتنظيم كاس العالم مثل ما قلت لك، لانه في رؤيه انطلقت من حوالي 7 أو 8 سنوات بقياده الامير محمد بن سلمان. والان يعني من الان الى 34 يعني كم باقي؟ يمكن حوالي 11 سنه. 11 سنه حيكون الامر مختلف في امور اخرى كثيره جدا. حيكون الامر تطور اكثر من الان اللي انا وانت بنتكلم فيه. لا، يكون الامر منتقل الى اشياء اعلى وافضل. لكن هتبداوا يعني هو طبعا في منشآت رياضيه يعني البدايات دايما بتكون من المنشآت دي مهمه جدا. البنيه التحتيه موجوده، المنشآت موجوده وهيحصل عليها تطوير كمان اكيد. لا وفيه ملاعب ستقام ايضا. في عندنا ملعب الان يقام اعتقد انه في منطقه اسمها القديه جنب الرياض. ملعب على مستوى عالي جدا. كل هذا الان شغالين فيه يعني. الجمهور بقى يعني استقبل ازاي الخبر؟ الجمهور السعودي اكيد انه استاذ رانيا اي جمهور في العالم يتمنى ان بلده تستضيف كاس العالم. احنا شفنا مثلا كاس العالم لما اقيمت في دوله قطر كانها اقيمت في مصر او في السعوديه او في يعني كنا مبسوطين جدا انه الاشقاء في دوله قطر استطاعوا ان ينظموا كاس العالم ونجحوا فيها. لكن هم يختلفون، انه انا قلت لك احنا البنيه التحتيه موجوده عندنا. هل في دول يعني تقدمت ايضا بطلبها للترشح غير المملكه العربيه السعوديه في اسيا؟ اعتقد الى الان لا هي بس السعوديه. يعني نتوقع مثلا اليابان، نتوقع كوريا انها تكون كمان بحكم انه في اسيا طبعا. بحكم انها في اسيا. وممكن كمان الفكره هتكون يعني دوله من اسيا ودوله من اوروبا، ولا السنه دي هتكون بس دوله واحده، ولا لسه ما حددوش؟ وانا ضد ان كاس العالم تقام بعده دول. مش شكلها مش كويس يعني. لما اقيمت في كوريا واليابان اعتقد ما كانت دي كانت اول مره يجربوا. ما كانت جيده. ما ادري، انا اشوف ان الفكره مش جيده انك تقيم كاس العالم في دولتين. تشتت يعني ما ادري. طيب مباراه النهائي حتقيمها فين يعني؟ هذه بعد مشكله ذي. ممكن يكون في دوله جاهزه جدا، دوله مش جاهزه يعني امكانياتها. يا سلام عليك. بالضبط.
مش كده؟ فهيحصل ان في زي دروب كده يعني. فمن الان الى عام 2034 انا من هذا المكان اراهن على رؤيه المملكه 2030، الرؤيه الرياضيه التي يقودها الامير محمد بن سلمان، وايضا لا ننسى دور سمو وزير الرياضه الامير عبد العزيز بن تركي. احنا السعوديين نثق بقيادتنا كثير جدا، عندنا ثقه عمياء فيهم، يعني انه حيعملوا الشيء اللي من مصلحه البلد ومن مصلحه انه يكون في حدث على مستوى عالي جدا ان شاء الله. إن شاء الله. بالتوفيق وتشرفونا دايما كده. احنا طبعا شفنا مونديال قطر، والمغرب كمان هي هتنظم المونديال في 2030. فيعني اخبار او يعني نقول صحوه عربيه في مجال كره القدم، وده حقنا من زمان. يعني احنا يعني بصراحه الدول العربيه والافريقيه والاسيويه اتظلمت كتير على حساب اوروبا في تنظيم المونديالات والاهتمام صحيح. فاحنا بنستعيد حق من حقوقنا ان احنا نبقى مشاركين ومتواجدين، وده حق اصيل في طبعا في التنافس يعني. طبعا. خبر ايضا من المملكه، تعادل السعوديه ونيجيريا في موقعة النيران الصديقه. تعادل المنتخب السعودي مع نظيره النيجيري بهدفين لكل منتخب في اللقاء الودي اللي جمعهم على ملعب بلدية بورتيامو خلال معسكر البرتغال الإعدادي للمنتخب السعودي قبل انطلاق كأس آسيا في قطر يناير المقبل. وبدأ المنتخب طبعا بالتسجيل في الدقيقة 60 بالخطأ عن طريق سلمان الفرج. أخطأ طبعا الحارس في إبعاد الكرة بيده ليضعها في الشباك، يعني حارس النيجيري هو اللي اخطا في اول هدف، عشان كده بيقولوا نيران صديقه. وتعادل بعد كده نيجيريا بعد هدف عكسي عن طريق عبد الاله العمري. يعني برضو نيران صديقه في مرمى المنتخب. وبعد كده اضافت نيجيريا الهدف الثاني، واخيرا قدر المنتخب السعودي انه يتعادل 2-2 في الدقيقة 99. يعني بالتخصص برضه، زي الأهلي كده. التهديد الأول للمنتخب السعودي طبعا كان يعني نيران صديقة. ده يعني نيران صديقة في المملكة أو منتخب المملكة، وأيضا في منتخب نيجيريا. ده يقول لك إيه؟ هل اللاعبين لسه محتاجين الانسجام ولا صدف كده جت؟ لا، هي المباريات الودية اللي تقام في برضه المنتخب يحتاج إلى انسجام. أي منتخب حتى اللاعب لما يجي من ناديه، اللاعب يكون محترفين يلعبوا في الأندية. صحيح إنه يجب أن يتأقلم سريعا بحكم إنه لاعب محترف، لكن الأخطاء في كرة القدم واردة. يعني أصل البعض يعني رجع الموضوع ده. طبعا نيجيريا هي بدأت بس ده كان خطأ حارس مرمى. وارد إن بتحصل، لكن البعض قال ايه؟ لان مثلا يمكن اللاعب السعودي، انا بتكلم بصراحه مع حضرتك، اللاعب السعودي ما خدش يعني حقه قوي في الدوري. المحترفين جم بعدد كبير، بقى هم يعني قوام اي نادي بينزل بيهم كل مبارياته، واللاعب السعودي ممكن يتم اهماله، ما يقدرش ان هو على حساب المحترفين يعني او ظهور المحترفين فيه. يعني قصدك انه ما يشارك في الدوري، ما بيشاركش، فبالتالي يخطي في المنتخب. فبالتالي يعني هم بتبقى انت محتاج وقت انك تأهله للمباريات، لانه ما بيلعبش كتير في النادي. تعيد له جو المباريات. ايوه بالظبط. بيقول يعني زي ما بيقولوا ايه يعني حساسيه ارض الملعب دي، يعني دي كلمه يعني دايما احنا بنقولها، ان اللاعب مش لو مثلا حتى لاعب نازل من الدكه بياخد وقت لغايه لما يتأقلم. لكن ده الكلام اللي احنا سمعناه. هل دي يعني وجهه نظر صحيحه في رايك؟ لا، لما ينزل من الاحتياط يقول لك يدخل جو المباراه. جو المباراه. هذا لما لا هو كلامك صحيح، كلامك الاول صحيح. هو لما يدخل من الدكه يقول لك ادخل جو المباراه. لما يكون راجع من اصابه يقول لك يتأقلم مع التشكيل طبعا. لكن هذا الكلام استاذ راني لا اعتقد انه موجود الان، في ظل ان اللاعب اصبح محترف ويكون جاهز. لكن انت تقصدي انه مثلا عبد الله العمري ما شارك مع ناديه لان كان في اجانب، هذه ممكن تاثر على اللاعب. اي اللاعب اذا جلس على دكه الاحتياط فتره طويله اكيد انه تاثر عليه، يحتاج الى وقت على بال ما يتاقلم على جو المباريات. طب النقطه دي بقى يعني الاتحاد الكوره وطبعا القائمين والمسؤولين، وانتوا دوركم مهم جدا كمان كاعلام سعودي، ان هو يعني يسال
ويتابع لان طبعا المنتخب يعني كل اللي بيحصل في اي اتحاد بيبقى ثماره دايما هي اللي بتروح للمنتخب. حته ان الكلام كتير على ان ليه اللاعب السعودي التخوف ان عدد المحترفين هيبقى كتير، فاللاعب السعودي ممكن ما ياخدش حقه في التواجد على ارض الملعب مع فرقته، فده ياثر على المنتخب. لا ممكن، بس المنتخب ما تاثر. انا بعدين يعني بقول لك على شغله، احنا لما كانوا اللاعبين الاجانب عندنا 2 كنا نطلع من تصفيات كاس العالم. الان نتاهل لكاس العالم وفزنا على الارجنتين. فالنظريه قد لا تكون صحيحه. النظريات ما تثبت على فكره، ممكن تتغير مع الوقت بالتاكيد. اي لانه يقول لك والله اساسا ماذا، طيب هذا انت عندك 8 لاعبين اجانب محترفين في الفريق، وكيف اللاعب السعودي كيف حياخذ فرصته؟ لا، انا ما اعتقد انها نظريه ممكن تؤثر على اللاعب المنتخب السعودي. والدليل على ذلك المنتخب السعودي كان كويس في كاس العالم، فاز على الارجنتين وخسر في المباراه الثانيه. كان انا تابعتها، اداء كان اعتقد انها كانت من الدنمارك او الدنمارك. كان كويس المنتخب، بس ما وفق في المباراه. المباراه الاخيره كان المنتخب فيها سيء، ما كان جيد، لكن المباراه الثانيه لا، لان كان عليه ضغط عصبي بقى. كان المباراه الثانيه كان مضغوط وفايز على الارجنتين ولازم تفوز على لان الفريق اللي انت تلعب معاه اقل من الارجنتين مستوى، فبالتالي فنظريه انه اللاعب مبتعد او بعيد او ذا مش موجوده الان الا بنسبه قليله جدا. مع اني انا لا اؤيد الا انك تاخذ لاعب يكون منتظم في المباريات افضل، حتى يكون يدخل في جو المباراه سريعا. هننتقل الان الى المملكه العربيه السعوديه مع الاستاذ احمد المطرودي الناقد الرياضي بالمملكه العربيه السعوديه، وهيكلمنا اكتر عن اخر واهم اخبار الكره في المملكه. مساء الخير استاذ احمد، اهلا بحضرتك معانا. واتفضل حضرتك، نحب نعرف منك اخر واهم اخبار كره القدم في المملكه. اتفضل. رياضه اونلاين. شكرا للزميله راني صلاح. الحقيقه الحديث عن الرياضه السعوديه لا شك انه حديث يحتاج الى حلقات حتى نتحدث عن العمل الكبير اللي تقوم به وزاره الرياضه والدعم الكبير من سمو سيدي ولي العهد، وهذا تحقيق للرؤيه، دعم كبير للرياضه السعوديه باستقطاب لاعبين عالميين. نادي الرائد للاسف الشديد لم يواكب هذا الخطوه ولم يواكب هذا التطور. الرائد يمر بمرحله صعبه جدا في هذه المرحله. إدارة النادي لم تفي بوعودها، لم تحقق رغبات خامس جماهير في المملكه. للأسف الشديد أنه الدعم الكبير لا يتوازن مع العمل الضعيف اللي تقدمه إدارة الرائد. الآن الرائد في حراك جماهيري، حراك ذهبي. في 5 من الأعضاء تقدموا بالحصول على الذهبية، وهذا يعتبر خطوة إيجابية نحو التغيير. الجماهير الرائدية تتأمل كثيرا في رجالات الرائد ورموزه أنهم يتقدمون أكثر وأكثر للحصول على ذهبية أكثر وأكثر من أجل تقديم الدعم المعنوي والدعم المادي والدعم أيضا بالاستشارة، لأنه للأسف إدارة النادي استقطاباتها في العنصر الأجنبي ضعيفة جدا. الفريق الآن شبه متذيل للترتيب. الفريق لم يقدم أي مستوى يشفع له في أن يكون واحد من أعمدة دوري روشن الذي يحظى بزخم كبير من النجوم العالميين. العمل في الرائد للأسف لم يرتقي. جماهير الرائد تتمنى وتأمل أن يكون في عمل احترافي، عمل مدروس، عمل مقنن. الخطوة هذه، خطوة الذهبيين، لا شك أنها خطوة
تسجل كخطوة تاريخية في سجلات النادي. طبعا أنا متأكد بأنه كثير من الرائدين وكثير من الرموز وكثير من أعضاء الشرف لديهم الاستعداد للحصول على الذهبية، لكن لديهم اختلاف مع رئيس النادي فهد المطوع، وبالتالي في عزوف من بعض أبناء النادي عن الحصول على الذهبية بنتيجة الخلافات والفجوة الموجودة بين أعضاء الشرف وبين إدارة النادي. لذلك كان من المفترض أنه إدارة النادي أيضا تسعى من أجل ترميم العلاقة بين أعضاء الشرف وبين رموز النادي وبين الإدارة، حتى يكون هناك في توافق في الأفكار، توافق في الدعم اللوجستي، الدعم المالي، حتى يستعيد رائد التحدي فخر القصيم، يستعيد قوته كخامس جماهير في منطقة الخليج وخامس جماهير في المملكة، يملك قاعدة جماهيرية. لاحظنا العزوف الجماهيري للأسف اللي حصل في المباريات الماضية نتيجة انه عدم رضا الجماهير من العمل السلبي من إدارة فهد المطوع، واللي ظهر في هذا الموسم بتصريحات انه سوف يقوم بعمل أو بإصلاح كل الأخطاء الماضية. لكن للأسف الشديد هذا الموسم أيضا لاحظنا وجود أجانب في مستوى لا يليق ومستوى لا يتوازن مع ما تفعله الأندية الأخرى من دعم كبير وسوبر ستار نجوم يعملون الفرق في أنديتها. والرائد للأسف الشديد مكانك سر لم يقدم ما يشفع له في تحقيق نتائج إيجابية. شكرا لحضرتك جزيلا أستاذ أحمد المطرودي، الناقد والمحلل الرياضي والصحفي في المملكة العربية السعودية. والحقيقة يعني احنا سعداء جدا باستقبال يعني هذا الاتصال من حضرتك، وكلمنا أو تكلمنا فيها عن أخبار نادي الرائد. أولا لأن حضرتك يعني إعلامي قدير في المملكة العربية السعودية، وثانيا الآراء اللي بتتقدم بشكل نقدي معتدل ده بنثق فيها جدا، وبنحب جدا ان احنا يعني يكون واحد من ضيوفنا الاعلاميين اللي بيمارسوا هذه المهنه بكل ضمير وحياديه، وحضرتك واحد منهم. فبشكر حضرتك جدا جدا، وان شاء الله نلقاك مره اخرى تنورنا من المملكه العربيه السعوديه. استاذ احمد المطرودي طبعا يعني ناقد كبير في المملكه العربيه السعوديه، وكلمنا عن وضع نادي الرائد واهميه العضويه الذهبيه. هو في 5 اعضاء دلوقتي يحصلوا على عضويه ذهبيه في مجلس اداره نادي الرائد. هل العضويه الذهبيه دي حاجه جديده في نادي الرائد؟ لا، هي مش في نادي الرائد، هي اتفضلي. اتفضل. لا كمل. لا يبقى حضرتك صححت، لان هي مكتوبه هنا نادي الرائد. انا نشكر زميل احمد المطرودي، وهو طبعا اعلامي قدير وله باع طويل في المجال الاعلامي في المملكه العربيه السعوديه. تحدث عن نادي الرائد. طبعا نادي الرائد يعتبر من انديه الدوري الروشن للمحترفين، وحصل فيه بعض المشاكل الحقيقه وسبق تكلمنا فيها. انت فاكره لما تكلمنا قبل يمكن حوالي 7 شهور في احد الحلقات لما تشابكت الجماهير مع رئيس النادي. أي هو نفس الموضوع. فهو تكلم فيها. طبعا الرائد احنا عندنا الجمعيه العموميه هي اللي تختار رئيس النادي، تصوت لمجلس الاداره. الرائد لم يكن لديه اعضاء ذهبيين. العضو الذهبي يدفع مبلغ 100,000 ريال، كل له حق التصويت، له 100 صوت من اصوات الجمعيه العموميه، وايضا له حق طلب عقد الجمعيه العموميه، لهم حق الرفع لوزارة الرياضة بطلب القوائم المالية والاطلاع عليها والاطلاع على ما يدور داخل النادي. الرائد من الأندية اللي تعاني يا أستاذة رانيا كثير الحقيقة. الرائد إدارة النادي الحالية يعني تغرد خارج سرب عمل الأندية السعودية اللي احنا تكلمنا عليه قبل شوي، وقلنا أنه الرياضة تتطور بفضل رؤية المملكة العربية السعودية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان. الرائد مع الأسف الشديد لا زال العمل هو نفس العمل من أكثر من 11 سنة. يعني رئيس النادي الحالي الفترة الحالية هي الفترة الثالثة له في مجلس الإدارة.
يعني الفترة الثالثة يعني قضى فترتين 8 سنوات وبعدين سنتين بالتكليف 10 سنوات والآن 11 سنة نفس العمل. المحصلة النهائية هي نجاة من الهبوط لدوري الدرجة. إذا وجب التغيير. وجب التغيير. هذا بالنسبة للعمل، هذا كان حيحصل في الجمعية السابقة. إن الزميل أحمد المطرودي سبق أن تكلم في أحد البرامج الرياضية في المملكة قبل حوالي 10 أيام، مداخلة أنا تابعتها. فكان المذيع يسأله يعني يقول له يعني انه يعني مثلا رئيس النادي مثلا الحالي مثلا يحارب، يعني من اللي يحارب؟ اللي يحارب هو الناجح، لكن اللي لا يقدم شيء لا يمكن احد يحاربه. ف5 أعضاء ذهبيين خطوة أنا أعتبرها جيدة جدا. أتمنى أن يتمكنوا من أداء دورهم ويؤدوا المطلوب منهم، لأنه كل عضو يدفع 100,000، 5 أعضاء ب500,000 ريال. أتمنى أنه يطلعوا على ما يدور داخل النادي. إذن هم أعضاء في مجلس إدارة الرائد؟ لا، مش في المجلس. لا، في المجلس هم أعضاء ذهبيين في الجمعية العمومية. في الجمعية العمومية. الجمعية العمومية. تمام. نعم. بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. توفيق للنادي الرائد وشكرا للزميل أحمد. طبعا شكرا جزيلا. أيضا من الأخبار أكثر من 100 نروح لأخبار النجوم بقى. تكريم رونالدو في ليلته التاريخية. احنا شفنا طبعا ان رونالدو هو دلوقتي هداف الدوري السعودي، وعزز الأسطورة طبعا رقمه القياسي على مستوى المشاركات الدولية أمام سلوفاكيا على ملعب الدراجاوتا، طبعا مع منتخبه البرتغالي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، حيث وصل إلى المباراة رقم 200 بقميص البحارة. والجماهير البرتغالية احتفلت برقم رونالدو التاريخي قبل انطلاق المباراة، ورفعت لافتة ضخمة تحمل عبارة CR20، كما حظي الهداف التاريخي لكرة القدم بتكريم على هامش اللقاء، وتسلم جائزة تقديرية بمناسبة وصوله لل100 الثانية في مسيرته الدولية. كمان بنزيما بيعدد أسباب انتقاله للدوري السعودي. هو تحدث وقال إن الأسباب اللي دفعته لإنهاء حقبته المميزة في ريال مدريد والانضمام لصفوف الاتحاد السعودي، قال إنه مشروع كرة القدم السعودي كان واضح مدى ضخامته، وكل شيء يعني هم بيقدموه بيساعد الجميع على إن هو يكون يقدم أحسن ما عنده ويكون جزء كمان منه. وقال إنه السعودية دولة إسلامية رحبت بيه بأذرع مفتوحة، وشعرته بالحب على الفور عندما تتواجد كمان في أماكن يعني نقول تأدية الشعائر الإسلامية، لأنه بالنسبة له ده كان شيء استثنائي إن يبقى عنده سهولة إن هو كمسلم يعني إن هو يروح لمكة والمدينة، يمكن للعمرات أو عمل كذا عمرة. نعم. رأي حضرتك في ظاهرة تعريب اللاعبين والمدربين القادمين من أوروبا؟ يعني أغلب جمهور السوشيال ميديا بيتابعها. ده لأن يعني مثلا هم منبهرين بالحضارة الشرقية العربية، سحر الشرق اللي هم دايما يعيشوا الحالة زي ما بيقولوا. ده تفتكر إن هو ممكن يأثر على العادات؟ تفتكر إن هو ممكن يأثر على العادات وطبعهم طبع شرقي كده، ولا بيبقى صعب؟ لا، هو شوف يا استاذ رانيا، الان انت لما تيجي لمصر اول شيء تفكر فيه ايش؟ الاهرامات. والنيل. انت رحت؟ انا رحت اكيد زمان بس مش الان. ان شاء الله. فاول ما تيجي ان شاء الله فاول ما تيجي لمصر انت عايز تروح للاهرامات، عايز تروح القريه الفرعونيه، عايز تروح للنيل، يعني المعابد، الاقصر اسوان، اسكندريه، عايز يعني تشوف الريف المصري، تعيش طبيعه انت عمرك ما عشتها. فبالنسبه لرونالدو انا الحقيقه يعني الحقيقه المسؤولين في الرياضه السعوديه وفقوا باختيار هذا النجم العالمي. تمام. انا شفته شارك في اليوم الوطني السعودي وارتدى الزي الوطني السعودي ورقص ما تسمى بالعرضه النجديه. اللي هي مش هو بس، ده كل اللاعبين تقريبا اغلبا، لكن نحن نركز على رونالدو لانه اخذ اكثر شعبيه واكثر شهره. فاكتساب الطباع، حتى تلاقي اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا في الدوري المصري زمان، اللاعبين اللي هم يمكن في التسعينات وكذا، تجديهم ايضا بيحاولوا انهم يندمجوا في الحياه الشعبيه في مصر، ياكلوا زي اكل المصريين، فيحب انه كذا. فانا اعتبرها يعني شيء جميل جدا، لكن هل هم يلتزموا بنفس الوضع؟ لا، اكيد تغير المكان قد تكون ذكريات لهم باقيه عندهم، لكن
تغير المكان خلاص يتغير الوضع. طبعا بنتمنى كل التوفيق ان شاء الله للمملكه العربيه السعوديه في تطورها الان اللي بيجري طبعا وبنشوفه وبنلمسه في منافسات الدوري وغيره. وان شاء الله كمان بندعمها جدا في ملفها لاستضافه مونديال 2034، وهيكون طبعا لينا حديث عن هذا الموضوع باذن الله في الحلقات القادمه. بنذهب الى الدوري التونسي أو الكرة التونسية بشكل عام، ونشوف هزيمة قاسية لتونس أمام كوريا الجنوبية 4-0. كانت طبعا خلال مباراة ودية أقيمت ما بين المنتخبين بالعاصمة الكورية سيول. ده كان تحضيرا لكأس أفريقيا اللي هتنطلق طبعا في كوت ديفوار. بعد كده المنتخب التونسي راح على اليابان لمواجهة منتخب اليابان يوم 17 سبتمبر. ان شاء الله هيكون بعد بكره اللقاء. المباراه الثانيه دي هتكون هي مباراتهم الاخيره في الجوله الاسيويه. نسور قرطاج في مجموعه تضم مالي وجنوب افريقيا وناميبيا. وهتبدا طبعا الاستعدادات دلوقتي موجودين طبعا هم في معسكر خارج تونس. باذن الله نتمنى لهم التوفيق وتكون مباراتهم امام اليابان افضل كثيرا من نتيجه مباراه كوريا الجنوبيه. هيكون معنا حالا دلوقتي تقرير من تونس، لكن الأول أسأل أستاذ عثمان الشلاش عن متابعته للمنتخب التونسي. تابعتهم في وهم كمان كانوا موجودين في كأس العالم في قطر. بيستعدوا بقى دلوقتي، وكانت نتائجهم غير مرضية عنها بشكل كبير في كأس العالم. بيستعدوا دلوقتي انهم يصالحوا جماهيرهم من خلال بقى أفريقيا في كوت ديفوار. لكن النتيجه كانت كبيره 4-0 في مباراه وديه امام كوريا. رغم ان المباريات الوديه ليست مقياس للمستوى، لكن انا اشوف انه 4 كثيره جدا طبعا. المنتخب التونسي ايضا قدم مستوى في كاس العرب، وصل المباراه النهائيه اعتقد او لا. تفضل يا استاذ. المنتخب التونسي كان مميز في كاس العرب اللي أقيمت في قطر قبل كأس العالم. لكن أنا وجهة نظري أنه بطولة أفريقيا قوية جدا، لأنه أنت حتلعب مع منتخبات تطمح في الوصول والفوز باللقب. أعتقد أنه لكن المباريات الودية ليست مقياس. مش مقياس. لا مش مقياس. مش مقياس. نتمنى لهم بإذن الله كل التوفيق إن شاء الله في الاستعدادات افريقيا. طبعا عدد كبير من المنتخبات العربيه كمان بيستعد ليها مصر والمغرب والجزائر. فبالتوفيق طبعا لكل المنتخبات المشاركه. طبعا استعدادات نقول المنتخب القطري كمان بيقوم بها في هذه الاثناء، وده طبعا لمشاركته طبعا في آسيا أو البطولة الآسيوية. المنتخب القطري من خلال هذا الاستعداد تغلب على شقيقه العراقي بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي على المباراة اللي جرت بملعب عمان الدولي ضمن منافسات بطولة الأردن الرباعية الدولية اللي بيشارك فيها أيضا الأردن وإيران اللي هيتقابلوا طبعا في وقت لاحق. بينتظر المنتخب القطري الفائز من الأردن وإيران عشان يواجهوا في نهائي البطولة غدا بإذن الله، ومباراة تحديد المركز الثالث بين العراق والخاسر من المباراة الثانية. مهمة بتبقى بطولة الأردن الرباعية الدولية كاستعداد للمنتخبات. كاستعداد قد يكون فيها، قد تكون أكثر جدية من المباريات الودية المنفردة. بتكون بطولة منظمة يكون فيها تنافس نوعا ما. قد تعطي شيء من القوة الفنية أكثر من المباريات الودية اللي هي المباريات الودية المنفصلة اللي تكون من وقت لآخر. فأنا أتوقع أنه إقامة البطولات المجمعة جيدة قبل المنافسات. أولمبي العراق كمان بيتخطى نظيره المغربي في الدار البيضاء. خسر المنتخب الأولمبي المغربي أمام نظيره العراقي 1-0 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب الأبجيكو في الدار البيضاء، وسجل هدف الفوز للمنتخب العراقي أيمن الحماوي في الدقيقة 42. وبعد كده طبعا انتهت المباراة بفوز المنتخب العراقي
على منتخب هم طبعا المنتخبات الاولمبيه اللي بيستعدوا على فكره لباريس، يعني باريس المنتخب المغربي بيستعد لباريس يعني اولمبياد باريس. طيب هنشوف استعداد المنتخب المغربي للاولمبي المغربي طبعا للفتره دي علشان يشترك في اولمبياد باريس باذن الله، اتمنى التوفيق. ويعني ايضا هنتابع استعداد بقى المنتخب الاول، منتخب المغرب الشقيق اللي طبعا هيشارك في افريقيا في كوت ديفوار. يعني نطلع كده على اخر استعدادات المنتخبين ونرجع مره ثانيه. مزيان تقولونا مزيان جمهور ديال المغرب كوت ديفوار بجوج، والجو شويه ديفيرون ديال المغرب واوروبا، ولكن عجبني الحال. يكون ماتش مزيون، علاش تما عندهم لعبه مزيانين، كلعبوا في دي كران كلوب في الاوروب، ويكون ماتش مزيون ونشوفوا كيفاش نقدوا معهم ان شاء الله. عارفين بلا كوب دافريك الجمهور وتا البلاد مورانا ساكري ان ليان بيناتنا، دابا كنخدموا باش نزيدوا ونفرحوا الجمهور ونفرحوا بلادنا. اللعبه جداد جايين باش يعاونونا، وحنا كنديروا لي شوز باش يكونوا انتيغريو مزيانين معنا وباش يعاونونا على لي ماتش اللي جايين. عندنا مباراتين غادي نلعبوهم وديين ضد كما قلت العراق وريبوبليك دومينيكان اللي غادي يكونوا مهمين باش نوجدوا لي جوز اولمبيك. قبل كنا لعبنا كاع الانديه ولا نقولوا حنا سيدي الدول الافريقيه، دابا درك بغينا نلعبوا الدول الاسيويه والامريكان اللاتينيه. الور سي بور سا كو سافي امبورطون باش نشوفوا حتى هما في نفس الوقت راهم كيحضروا العراق كيحضروا لي ايشن كوب اللي غادي يلعبوا رقم 14 كاس اسيا اللي غادي يلعبوا في ابريل، والريبوبليك دومينيكان عارفينهم بان تاهلوا لي جوز اولمبيك وحتى هما راهم كيحضروا نفسهم. لا هي حاجه ايجابيه، لان كيكون عندك اختيارات واللعابه اللي موجودين في المعسكر خصهم يعطيو ويبينوا داكشي اللي عليهم باش حنا نقدروا ناخذوا في الاخير الاختيارات ان شاء الله. عمر ما كتكون نهائيه، لان كاين اصابات، كاين كثير من الاشياء، كاين الفورما، كاين اللعابه اللي كيطلعوا مع ليكيب كاين يعني على حسب. وحنا كنشوفوا دائما اللعابه اللي محتاجينهم اللي يستحقوا يكونوا هنايا، ما كاينش يعني فيها دي كادو، ما كنعطيوش دي كادو اي واحد. طبعا تابعنا استعدادات المنتخب الاول وكمان المنتخب تحت 23 سنه المغربي باذن الله. يعني العرب كده يعني يشرفونا دايما في كل المنافسات باذن الله. العراق كمان نتكلم عنها شويه. هل حضرتك بتتابع الدوري العراقي؟ هل يعني في نادي معين بتحب ان انت يعني تتابع مبارياته، اداؤه بيعجبك؟ والله الاول كنت اتابع الدوري العراقي اول قبل. تعرف احنا الدوري السعودي خلانا شغلكم شبعنا. ايوه انا لا يعني الكره العراقيه انجبت نجوم كثير يعني احمد راضي الله يرحمه وناظم كاظم ولعيبه كثير جدا يعني كذا، لكن تعرفي الظروف السياسيه لكن هم دلوقتي بيحاولوا بشكل لكن هم بداوا يعودوا من خلال تنظيم يعني رغبه في انهم يعودوا مرة ثانية وحصل يعني إن شاء الله حيعود. شفنا خليجي وشفنا كمان خليجي نجوم كمان كتيرة محترفة راحت لهم والمدربين كمان محترفين. فواضح ان الاتحاد العراقي في هذه الايام لا هو يعني في ليهم رؤية وهدف. وحنا عندنا لاعبين محترفين من العراق على فكرة في بعض الأندية في الدرجة الثانية وكذا في لاعبين عراقيين محترفين.
إلى العراق الآن وتحديدا إلى مدينة بغداد مع الأستاذ حسين الذكر الكاتب والناقد الرياضي، هيكلمنا أكتر عن أخبار الكرة العراقية. تفضل أستاذ حسين، أهلا بيك، تفضل. حياكم الله أعزائي مشاهدي برنامج كرة عربية من قناة النيل في جمهورية مصر العربية. تحياتي لكم وأرسل لكم تقريرا من العاصمة العراقية بغداد عن آخر الأوضاع الكروية. فيما يتعلق بالدوري العراقي، نعيش هذه الأيام بانتظار كبير انطلاق النسخة الأولى من دوري المحترفين، وتعد العدة حكوميا ومؤسساتيا واتحاديا وأندويا وإعلاميا وجماهيريا لهذا الحدث الكبير. كذلك اشترك منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم في الدورة الرباعية التي تقام حاليا في الأردن الشقيق، ومباراته الأولى كانت أمام المنتخب القطري بطل آسيا النسخة السابقة وممثل العرب في المونديال الأخير 22، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ومن ثم فاز المنتخب القطري بفارق ضربات الترجيح. وقد لم ترتقي المباراة للمستوى المطلوب لا من الفريق القطري ولا من الفريق العراقي، لم يقدم المستوى الذي يليق بهما كفريقين ويمتلكان عناصر مهمة. بالنسبة للفريق العراقي اختلفت آراء الجماهير ووسائل الإعلام لتقييم هذه المباراة، باعتبار أن الفريق العراقي لحد الآن بالرغم من تعدد المواهب في داخل العراق وخارج العراق، لكن لحد الآن لم يستطع السيد كاسياس من الثبات على التشكيلة أو أسلوب اللعب، مما قد يؤشر يعني خللا ما أو ضعفا ما، سيما وأن انطلاق بطولة تصفيات كأس العالم القادمة ستكون بعد شهر من الآن. كذلك سيكون لنا مباراة يوم الثلاثاء القادم أمام المنتخب الأردني الشقيق الذي خسر مباراته الأولى أمام المنتخب الإيراني ب3 أهداف مقابل هدف، ليلعب منتخبا قطر وإيران على النهائي الدورة الرباعية، فيما يتقابل العراق والأردن الخاسرين عن المركز الثالث والرابع. فيما يتعلق بسؤالكم حول تأثير اللاعبين المحترفين أو المغتربين على الدوريات العربية وكذلك الدوري العراقي، أعتقد يعني كرة القدم اليوم أصبحت يعني تمثل ثقافة جديدة تنسجم تماما مع مشروع العولمة ومع سياقاتها وانتشار التواصل وقرب الاتصال بين دول العالم، وبالتالي السوق التجارية الرياضية إذا جاز التسمية أصبح ميدانها واسع ومنتشر، ويبنى عليه كثيرا من أجل تحقيق امتزاج هذه الثقافات المتلونة والمتعددة، سواء من أوروبا من الوطن العربي أو كذلك من أفريقيا ومن البرازيل وغيرها ومن شرق آسيا، وهو تبادل مشروع وتبادل اعتبره ثقافي وليس رياضي فحسب. فضلا عن ذلك هو يمثل سوق تجارية جديدة، وبالتأكيد هذا السوق وما يعنيه من شركات ورعاية وإعلان وتسويق يصب بالتأثير والأثر المتبادل ما بين القادم وبين الموجود، وبالتالي هنالك الكثير من العادات والثقافات بالتأكيد تتأثر نسبيا هنا وهناك، وعلى عدد المشاركين وتأثيرهم من بلدانهم، لكن هي بصورة عامة أعتقد أنها يعني فرصة طيبة ومجال جيد لتعرف الجماهير على ثقافات جديدة، على تعايش وعلى سلام وسلم وأمن بين بلدان العالم، لبلوغ مرحلة قد يكون المخطط العالمي الاستراتيجي يهدف إليها من خلال هذه العولمة. وأعتقد هي تنسجم تماما مع مبلغ الحضارة الذي بلغته الإنسانية وكذلك التقنيات الصناعية والعلمية السائدة التي وظفت لصالح الرياضة وكرة القدم والاحتراف جزء أساسي منها. تحياتي واحترامي لكم ولضيفكم الكريم، متمنيا لكم التوفيق ولكرتنا العربية والعراقية كل خير. شكرا لحضرتك أستاذ حسين الذكر، الناقد والكاتب الصحفي الرياضي العراقي. ونترك العراق نذهب إلى لبنان، ومنتخب لبنان بيستدعي ألكسندر سوكر، وهو اللاعب البوليفي من أصول لبنانية، لمشاركة مع منتخب لبنان في معسكر الإمارات خلال الفترة من 13 ل 18 أكتوبر الجاري، لأن طبعا منتخب لبنان بيستعد لمواجهة الإمارات يوم الثلاث الجاي في دبي ضمن تحضيرات الفريقين لخوض التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027. يعني سريعا برضو من خلال متابعتك لنقول
الانديه اللبنانيه او الدوري اللبناني، المنتخب اللبناني، خصوصا ان المنتخب اللبناني من المنتخبات المكافحه، هم بيبقى عندهم شويه مشاكل كده بتحصل فيه، فده اكيد بيأثر على الكوره عندهم طبعا. مشاكل هو مثل ما قلت لك، هو لبنان ليس لها يعني تاريخ قوي في كرة القدم، ليست مثل العراق مثلا. العراق لها تاريخ كبير في كرة القدم طبعا. سبقا تأهلت لكأس العالم، حصلت على بطولة كأس الخليج، أنجبت لاعبين محترفين خارج لبنان. لا العكس يعني ما أشوف أن هذا، لكنه عندهم أندية جيدة مثل الأنصار نجمة والعهد. نجمة العهد طبعا أندية جيدة. نعم. نروح دلوقتي إلى بيروت مع الأستاذ سامر الحلبي، هيكلمنا عن التعاقد مع مدير فني جديد لمنتخب لبنان، نشوف كده آخر الأخبار ومن هو هذا المدرب. اتفضل يا أستاذ سامر، أهلا بيك. اتفضل. تحية إلى كل مشاهدي قنوات النيل الرياضية، وتحية للزملاء الكرام. الرسالة اليوم سأتحدث فيها عن تقديم المدير الفني الجديد للمنتخب اللبناني لكرة القدم، المدير الفني الكرواتي الغني عن التعريف نيكولاي يوريسيفيتش، الذي خلف الصربي ألكسندر إليتش. طبعا كان هناك مؤتمر صحفي تحدث فيه عن أبرز النقاط التي تنتظره في المستقبل القريب، منها الاستحقاق المقبل في كأس آسيا الذي سيقام في قطر مطلع العام المقبل. طبعا هناك أيضا التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. يعني هناك ورشة عمل كبيرة تنتظر المدرب الكرواتي. على الرغم من الفترة القصيرة سيتحضر بشكل يعني قدر المستطاع ووفق الإمكانيات المتاحة له من الاتحاد اللبناني لكرة القدم. وقال وأبرز ما قاله بأن الملاعب الصناعية التي تعتمد في لبنان هي غير مفيدة ومضرة للاعبين. سيحاول الخروج بالمنتخب لإقامة معسكر خارجي لمدة أسبوعين، وهو عنده اطلاع كاف عن اللاعبين اللبنانيين المحترفين في الخارج وسيستعين بهم. طبعا الجدير ذكره بأنه المدرب الكرواتي الثاني في تاريخ الكرة اللبنانية بعد المدرب جوزيب سكوبلار الذي قاد المنتخب اللبناني في نهائيات كأس آسيا عام 2000. وللمصادفة فإن هذا المدرب الكرواتي أيضا سيقود المنتخب اللبناني في بطولة كأس آسيا. كانت هذه رسالة لبنان. كان معكم سامر الحلبي من بيروت لبنان. I will try to give all my best. Yes, I was a striker, and I have also information that we have a problem with strikers. وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة مساندة المنتخب، مساندة ترفع من معنويات لاعبين وتدفعهم إلى تقديم. أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. عايزين طبعا نتكلم عن أو ننوه عن أن مباراة مصر والجزائر الودية النهاردة الاثنين، حضرتك هتتابع المباراة هي في الإمارات المباراة في استاد هزاع طب يعني مصر والإمارات دولتين عربيتين طبعا، وهم دايما المنافسين التقليديين مع المغرب وتونس. مصر والجزائر معروفين مبارياتهم بتبقى عاملة ازاي. ايوه، حتى انا اتذكر يمكن قبل 20 سنة يمكن كان في مباراة المنتخب المصري يحتاج نتيجتها. اعتقد انها في ليبيا، فمباراة مصر والجزائر انا اعتبرها كلاسيكو الافريقي. يعني هي كلاسيكو افريقي، تنافس حامي بسبب وجود شحن بين طبعا ان شاء الله انه تنافس شريف يعني لا شك، ان شاء الله، لكنه فيه. ولذلك لاحظ حتى وانا جاي لاحظ انه الجمهور المصري حريص جدا على متابعة المباراة. فاتمنى ان شاء الله ان نشاهد مباراة ممتعة تليق بسمعة الفريقين، تليق بسمعة الدولتين الجزائر ومصر. والمنتخب المصري طبعا لا شك انه المباراة تعتبر يعني افضل تحضير للبطولة الافريقية
المدرب سيستفيد من هذه المباراة بلا شك. أتمنى نشاهد مباراة قوية ولا يطغى عليها الخشونة تكون مباراة يعني. طيب يعني احنا كنا سمعنا يعني بعض التصريحات من جمال بالماضي، يبدو ان في بعض الامور مش بتساعده، او في بعض التصريحات النقديه قدمها قبل كده عن مثلا ان غرفه الملابس عنده او ان في حد بيطلع اخبار المنتخب، هو بيحب يعمل تعتيم كده، المنتخب الجزائري. ففي حد بيطلع اخبار المنتخب للاعلام، وده بيعمل تشتيت للاعبين لان في اختيارات وفي شايف ان جمال بالماضي ليه بيعاني من المشكلات دي؟ برضه انتقد الملاعب، يعني ملاعب ارضيه الملاعب لا في الجزائر اللي هم بيتدربوا عليها او بيستعدوا عليها. فشايف خصوصا كمان ان في رئيس اتحاد جديد جه لاتحاد الجزائر، فشايف يعني كان يعني جمال بالماضي يعني هو من المدربين اللي بيتحدث ما بيستحملش يعني يعني بيصرح وينتقد وعنده شجاعة كده يعني. أنا لا أؤيد المدرب اللي يصرح ويظهر مشاكل الفريق أو مشاكل النادي أو مشاكل المنتخب في الإعلام، لأن هذه بتزيد من حالة التشتت. لما أنت تتكلم عن أنه أسرار المنتخب تطلع برا، هذه مشكلة دي طبعا، مشكلة. طب أنت إيش دورك أنت؟ فبالنسبة للأرضيات قد يكون محق، لكن أنا أتمنى أنه المدرب دائما يكون قدوة للاعبين. نعم. طبعا احنا كنا سعداء جدا بلقاء الأستاذ عثمان الشلاش الناقد الرياضي والصحفي بالمملكة العربية السعودية. يعني بنشكرك جدا على انك نورتنا النهارده في التلفزيون في الكرة العربية. احنا عارفين ان حضرتك بتيجي وقتك ضيق او كده، فاحنا سعداء جدا انك موجود في مصر، واهلا بيك وموجود كمان معنا في البرنامج. وانا سعيد ونورتنا وانا سعيد جدا والله. الله سعيد جدا. الله يسعدك. شكرا لمتابعتك للرياضة السعودية. الله يخليك، ده واجب علينا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بنشكركم لحسن متابعة الحلقة والى اللقاء.